لحادث قام به حاكم سوريا. ماذا حدث؟ ماذا حدث من حاكم سوريا؟ ارسل رجال مخابراته الى المانيا الغربية، فاقتحموا مسكن سيدة مسلمة تعيش بين قرآن ربها وصلواتها. سيدة مسلمة سورية هاجرت من ظلم الاسد الى المانيا الغربية لتعيش مع زوجها المجاهد عصام العطار. فماذا حدث من دناءة الحافظ الاسد ومن خسة مخابراته؟ اهتز الضمير العالمي لهذا الحادث الأليم. ارسل رجال مخابراته الى المانيا الاتحادية، فاقتحموا على السيدة بابها وهي ترتل كتاب ربها وقتلوها. عمل لا يليق بكرامة الرجال، عمل كله خسة ودناء. ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الشجاعة الادبية حتى في ميادين القتال. كان يقول للجيش المحارب: لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، ستجدون قوما في الصوامع فلا تقتلوه. لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته ولا راهبا، ولكننا في زمان خاب فيه العرب، وان هناك معادلة جبرية تقول عرب ناقص اسلام يساوي صفر. حافظ الاسد، بائع الجولات، بائع المرتفعات، لم يكتفي بقتل المسلمين، لم يكتفي بقتل الموحدين، فارسل رجال مخابراته الى المانيا ليدخلوا على سيدة عزلاء لا سلاح معها، لا سلاح معها ولا حراسة حولها. يدخلون عليها وهي ترتل كتاب ربها وتتلو آيات ربها، يدخلون عليها وهي تصلي بين يدي الله رب العالمين. انها زوجة مجاهد، زوجة داعية اسلامي كبير في المانيا. دخلوا عليها فلم يرحموا انوثتها ولم يرحموا صلاتها ولم يرحموا كتاب ربها فقتلوها. الى هذا الحد وصلت الشجاعة العربية، وصلت النخوة العربية. يرحم الله عمر بن الخطاب، يرحم الله عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبورة. اسمعوا يا حكام المسلمين، اسمعوا يا من ضيعتم البلاد وقتلتم العباد، اسمعوا ماذا حدث لعمر من امرأة مسلمة. عمر وهو ينفض الليل عن الكروب المخبوءة يجد نارا في ظلام الليل تهتك حجاب الظلام، فيقول لعبد الرحمن بن عوف: هيا بنا لنرى ماذا وراء هذه النار. البرد قارس والظلام دامس والناس نائمون، الرعية نائمون والراعي لا يعرف جفنه النوم. الرعية نائمون
والراعي بينه وبين النوم جفوة وعداء، يحلب شياه اليتامى ويرقع ثياب الايام. يرى طفلا يمشي في احد شوارع المدينة فينحني عمر العملاق على الطفل ويقول له يا غلام ادعو الله لنا ان يرحمنا. فتقول الصحابة يا امير المؤمنين اتسأل طفلا ان يدعو الله لك وانت احد العشرة المبشرين بالجنة؟ فيقول عمر نعم اسأله الدعاء لانه لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مجاب، اما نحن فقد بلغنا الحلم وجرى علينا القلم. هذا هو عمر، هذا هو عمر. يا من تريدون ان تتشبهوا بعمر، هذا هو